ازيكم؟ في يوم من الايام وليله من الليالي في مدرسه شكلها مش مدرسه وناظر شكله محتاج ناظر، كان عندنا الناظر عاشور صلاح الدين، الناظر اللي ورث المدرسه من اجداده ومطلوب منه كمان يورثها للاجيال اللي بعده. ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن فيلم من اعظم واروع الافلام اللي اتعملت في تاريخ السينما المصريه، وهو فيلم الناظر. فيلم الناظر مش بس فيلم كوميدي لذيذ خفيف الناس كلها بتحبه، فيلم الناظر فيه حاجات كتير عميقه ورسائل كتيرة جدا، وبنكتشف فيه شخصيات كتيرة، وكان مولد لنجوم كتير قوي زي الليمبي وبدايات كريم محمود عبد العزيز وانطلاقة أحمد حلمي في دوره العظيم في دور عاطف. والنهارده هنتكلم عن المواقف والإفيهات والمشاهد المخفية اللي ما خدتش حقها واللي عدت علينا واحنا بنتفرج ومش عارفين هي الحاجات دي في السيناريو ولا كانت عفوية وقت التصوير وعدت من كتر ما هي حلوة جدا. ومن غير كلام كتير ونبدأ على طول بأحلى وأجمل شخصية في الفيلم، وهي شخصية عاطف. عاطف اللي طول الفيلم ما عندوش مشكلة مع حد خالص ومش بيزعل مهما حصل له، من أول ما هو بيتشتم في الشارع لحد ما بيتهزق في فرح الليمبي، وبرضه طول الفيلم مبسوط وبيضحك. كمان عاطف وسط الفيلم ما كانش حد مديله اي اهتمام، يعني مثلا لما طلب منهم الليمبي يحكوا اللي حصل صلاح بعد ما خلص حكايته كان عاطف جاي يتكلم، الليمبي بيسكت انا بقى عارف امنع الكلام يا ولما وقفوا هما الاتنين الليمبي برضه مرضيش يقعدوا، ووسط ده كله هو بيضحك ومش فارق معاه حاجه. ده مش بس ما كانش حاسس بالتهزيق، ده ما كانش حاسس بالضرب كمان، يعني بعد ما اتضرب هو وصلاح، صلاح كان صاحي تاني يوم بيصرخ من الالم، بس عاطف تمام مفيش اي حاجه. لا ومش بس كده، ده كمان كان بيضحك وهو نايم. ومن الحاجات اللي لو ركزت هتلاحظها وساعدت جدا على توصيل فكرة الدور بتاع عاطف وبتدل ان عاطف مش فارق معاه اي حاجة في الدنيا، ان احنا لو ركزنا هنلاقي اللبس بتاعه ما اتغيرش طول الفيلم في كل المشاهد بتاعته، زي هنا وهنا 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 وهنا. عاطف كان طول الفيلم متصالح مع كل حاجة حواليه وما عندوش مشكلة أي حاجة مهما حصلت، لدرجة إن هو بيعدي الشارع هو مش شايف العربية ولا سامع صوتها ولا سامع صوت الراجل اللي بيهزقه. حيوان يا متخلف، انت اطرش. في كمان مشهد كده قبل المسابقة والطلبة متأخرين وصلاح وأستاذ حسين بيفكروا يعملوا إيه، بنلاقي عاطف وراهم في الكاد عمال يتدرب مع نفسه ولا كأنه هو اللي داخل المسابقة، في مشهد عبثي جدا. ومش بس كده، كمان لما بتفوز مدرسة الإخلاص، المفروض ان المدرسة دي اللي هم كانوا داخلين المسابقة ضدها، بنلاقيه مبسوط وبيسقف، وده أكبر تأكيد على شخصيته اللي منفصلة نهائيا عن الواقع. كمان مس انشراح لما كانت بتتكلم معاه هو ما كانش بيتكلم خالص، هو كان باصص لها ومبسوط وبيضحك بس، وفضلنا مستنيينه يتكلم طول الفيلم، ولما ربنا كرمه واتكلم قال كلمة واحدة وهي كلمته الشهيرة شكرا. الموضوع اتطور مع عاطف، وصل لدرجة انه مش بس ما عندوش مشكلة مع الناس اللي حواليه ولا مع اي حد، انه كمان ما عندوش مشكلة مع الجو نفسه، مش متأثر بيه. يعني لما كانوا قاعدين على السلم والجو ساقع وكلهم بردانين، بس عاطف هنلاقيه الوحيد اللي حران. حران يا راجل، صور كنت فاكر الدنيا برد. لا يا راجل، برد ايه؟ فك الدنيا فك. حر جدا. فك. ياه. بصراحة كده عاطف كان من اجمل الاضافات والشخصيات اللي كانت في الفيلم. نطلع بقى من شخصية عاطف وندخل على مس انشراح اللي ما بتعديش لحظة تتكلم فيها إلا ولازم تأكد لنا وتفكرنا إنها مدرسة الإنجليزي من أول ما كانت بتعرف نفسها لما قالت له ميس انشراح، مدرسة انجليزي بتاعت ابتدائي، وبرحب بيك. ويلكم. كمان لما دخلها أستاذ صلاح قالت له ويلكم ويلكم، وقعدت الطلبة بستاند اب وسيت داون. ولما سألها صلاح دي حصة إنجليزي قالت له اوف كورس، مش شايف السبورة غرقانة انجليزي قدامك اهي؟ والسبورة ما كانش عليها غير كلمتين انجليزي بس. حتى الرقصة مع عاطف كانت أسطورية وعبثية جدا، والغريب ان الأغنية اللي كانت شغالة في الرقصة كانت أغنية أجنبية وهي مدرسة انجليزي، فهي المفروض أقل حاجة تكون فاهمة الكلمات، فهي بعيدا عن الواقع خالص. سألت عاطف سؤال غريب جدا، مين اللي بيغني ده؟ حكيم؟ هايل، واضح ان ثقافتك الموسيقية عالية جدا. كمان لما راحت تتخانق علشان ما خدتش فلوس المجاميع، لما استاذ سيد قال لها انا هجيب لك عريس من الاوكازيون، فهي نسيت الفلوس ونسيت المجاميع وهديت خالص ورضيت تطلع معاه من على كتير بقى، 20 جنيه. اذا كان على كده يبقى اوكي. وطبعا ما ننساش انها الوحيده اللي قدرت تعلم على الليمبي. تجيب ايه؟ ما تحترم نفسك بقى وتتلم بقى، شطفك هنا في الاسانسير ده. وبعد ما خلصنا مس انشراح هنتكلم دلوقتي عن شخصيه اكتر واحد بتاع شعارات في الفيلم، وهو استاذ زكريا الدردير. ايه؟
زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. يعني مثلا هنلاقي الاستاذ زكريا الدرديري وهم بيفتكروا الناظر عاشور بيقوم وبيقول جمله منفصله تماما عن الواقع وهي عاش الفقير. وهنلاقي برضو استاذ زكريا بعد المسابقه بيهتف ويقول يسقط الظلم، الله اكبر فوق كيد المعتدي. هنلاقيه في الاخر برضو بيهتف ويقول دلوقتي بقى وبعد ما خلصنا الشخصيات الجميلة اللي في الفيلم هنتكلم عن المشاهد الكوميدية المستخبية جوه الفيلم واللي كانت حلوة قوي، بس هي على جنب شوية، يعني في الكادر من ورا، مش هو المشهد الأساس، بس عاملة إضافات عظيمة للفيلم. يعني مثلا بنبتدي من بداية الفيلم خالص بعاشور الكبير وهو بينادي على الجنود عشان ينقذوه. هو كان بيقول كلمة واحدة وبيكررها، بس بنلاقي الترجمة بتتغير رغم إنها نفس الكلمة. يعني هو كان بيقول هو 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 هو، بنلاقي الترجمة بتنزل غوري بداهية، خدوها خدوها. وبعدين لما بتعدي سنين كتير، لما كان بيسأل الطلبة وقال لهم لو ما جاوبتوش هاخد الجواري ليا، هو ما كانش بيسأل أسئلة ليها أي علاقة بالمنطق أو ينفع تتجاوب أصلا، هي أسئلة هو نفسه مش عارف إجاباتها، زي مثلا إنه عايز يعرف مكان القافلة اللي تاهت في الصحراء، وطبعا محدش جاوب. كمان بعدها هو كان فرحان إن التتار دخلوا كل البلدان المجاورة لمصر ما عدا مصر، يعني كده مصر ما فيهاش تتار. في اللحظة دي نفسها هو لسه ما خلصش كلامه دخلوا التتار مصر، لا وما دخلوش مصر وبس، ده سابوا مصر كلها ودخلوا عليه هو بقى، يعني جايين من بره عليه هو. امال لما احب اخاطب الشعب المصري اكلم مين؟ اتصل ب 140 دليل يا فندم. وقت المظاهرة بقى والجملة المشهورة بتاعت لف وارجع تاني، الراجل اللي كان شايله يا عيني لما خلاص ما بقيش قادر يشيله قال جملة مستخبية كده بس حلوة قوي، قال يا جماعة حد يقبض على الراجل اللي انا شايله ده، يا جدعان حد يقبض على الراجل اللي انا شايله ده. بعدها لما اتخانق الناظر عاشور مع استاذ حسين واستاذ حسين مشي، عاشور ساب الموضوع وساب الخناقه وساب كل حاجه وكان زعلان على العصايه. لما قال له استاذ سيد خد العصايه، فاستاذ سيد قال له انت اللي اديتها له، قال له هو اللي خطفها. انت اللي اديتها له، هو اللي خطفها. من كتر المشاهد العبثيه في الفيلم انت فعلا مش عارف ايه المشاهد اللي تجيبها تتكلم عليها واللي تعديها، تحس الفيلم كله كده كان حاله غريبه وجميله في نفس الوقت. بعدها في جنازة عاشور في البيت كان في ستات بيشربوا شاي، كانوا بيشربوا الشاي هم الأربعة في نفس الوقت وكأنهم متفقين عليها. في العزا بقى ده اللي كان معمول في البيت، ووسط السويت والصوت العالي كان في ست نايمة، والغريبة إنها فتحت عينيها وبصت كده وراحت بعدها كملت نوم تاني. ولما جواهر صحتها لقيتها بتطلع في الروح، فراحت قالت لها نامي تاني، فهي نامت فعلا. انت نايمة؟ نامي. في بقى حتة يخي طلعت كده وسط العزا، انت مش عارف ده صويت ولا مفاجأة ولا حد افتكر حد قريبه ولا ايه بالظبط. بعدها لما الخناقة قامت في العزا، الستات قاموا عشان يحجزوا، وعشان طبعا دي جنازة ما ينفعش نحجز عادي كده، فاحنا لازم نحجز واحنا بنصور، ففعلا هم كانوا بيحجزوا وهم بيصوتوا. بعد ما الجنازة خلصت وأم صلاح كانت هتسيب البيت ورايحة لأختها، هننزل العربية هنلاقيها مليانة ستات ومحدش كان عارف مين دول ورايحين معاها البلد ليه، والغريبة إن كان في راجل بس واحد في العربية ومش كمان هو اللي كان هيسوق العربية. بعدها الأغنية بتاعت فرح الليمبي ما كانتش عبارة عن أغنية، دي كانت كلمة واحدة وبتتكرر طول الأغنية. في الفرح بقى صلاح لما زهق ان الليمبي كل شويه بينسى ان ابوه مات وبيساله ما جبتش ابوك معاك ليه، ما جبتش ابوك معاك ليه، راح صلاح ومحدش عارف هو ليه ماشي بشهاده وفاه والده، راح قال له يا ليمبي دي شهادة وفاة بابا، عشان يقتنع الليمبي ان باباه توفى. الخناقه بقى من اكتر المشاهد العبثيه في الفيلم وكل الافلام المصريه بصراحه، زي ما يكون في اتفاق كده بين المخرجين انه لما تقوم خناقه في فرح احنا هنعمل حاجه واحده في كل الخناقات، المعازيم كلهم هيقوموا في نفس الوقت يقلبوا كل الترابيزات ويرموا الكراسي على بعض، وكل ترابيزه هتتخانق مع الترابيزه اللي جنبها، وده بالظبط اللي حصل في الفيلم. في طبعا افيهات اتقالت في النص حلوه قوي وعدت من غير ما تاخد حقها، ومن اشهرهم طبعا جمله استاذ سيد الليمبي لما قال له يا لمبي لمبي نفسك شويه. وبعدها استاذ سيد لما كان بيتكلم مع صلاح قال له جمله محدش عارف ايه علاقتها بالفهم، قال له فك ايدك عشان تفهم. بعدها وهم رايحين الوزاره والليمبي عايز يروح معاهم، استاذ سيد ما كانش عاجبه منظره انه هيروح معاهم بالمنظر ده، صلاح ساب كل حاجه بايظه في الليمبي، لبسه وشكله وكلامه، والليمبي كان مسطول اصلا، وقال له يا استاذ سيد هو يسرح شعره. المفروض ان هو كده تمام يعني،
في مشهد بقى بعدها خطير. أستاذ سيد وهو بينعي الناظر عاشور بنلاقي صلاح بعد كل جملة بيبكي بطريقة مختلفة. يعني مثلا بنلاقي أستاذ سيد بيقول في الأول فخذت مصر رجلا من أهم رجالها. بنلاقي صلاح بيسخن في البكا كده بحاجة على استحياء، فبيكمل الأستاذ سيد رجلا قلما تجده في عصرنا هذا. فبيسخن صلاح حبة، فبيكمل الأستاذ سيد رجل العلم والتعليم. فصلاح بيغير البكا، ولما قرب الأستاذ سيد يخلص رجل المصاريف والكانتين الأستاذ عاشور صلاح الدين. راح صلاح فتح في البكا بقى. بعدها لما صلاح راح يسلم على وفاء فزق كده مدرس في السكه هو ماشي، فالمدرسين كلهم اتلموا على المدرس ده علشان يواسوه، مش قالوا له كلمه وخلاص الموضوع اتحل، لا ده طولوا معاه، يعني فضلوا معاه لحد اخر المشهد. بيعدي الفيلم وبنلاقي بعدها استاذ سيد وهو بيتغزل في ام صلاح، فام صلاح كانت لابسه اصلا طرحه وهو ساب كل حاجه ويقول لها تسريحة شعرك. ومش بيسكت على كده، لا ده بيقول لها مين الفنان اللي قصلك القصه دي، فهي بتكمل معاه وبتقول له أنا حلو. والمشهد بيكمل وهو بيقول لها لوحه مرسومه بزيت، ولا كأنها عاملة شعرها عند أشطر هيردرس. من كتر المشاهد العبثية في الفيلم انت فعلا مش عارف ايه المشاهد اللي تجيبها تتكلم عليها واللي تعديها. تحس الفيلم كله كده كان حالة غريبة وجميلة في نفس الوقت. هنا مثلا ست جواهر هي بتقول لأستاذ سيد أنا وحدانية يا أستاذ سيد بين 4 حيطان، فهي بتعد الحيطان، فهي شاورت على حيطين وكررتهم تاني نفس الحيطين هم ما غيرتش اتجاهاتها. أدي حيطة، أدي التانية، تعال كده شوية، نعم. أدي التالتة، أدي الرابعة، هعمل إيه؟ وبعدين المرحوم كان لسه ميت، فهي بدل ما تقول له ميت او متوفي او كده بنلاقيها بتقول له المرحوم مقلوب بقاله 2 شهرين. اول مره تحصل في التاريخ حد يقول على حد متوفي انه مقلوب. يعني ايه مقلوب دي اصلا؟ في اخر مشهد في الفيلم بقى تقريبا كانت كل كلمه بتتقال ينفع تكون افيه لوحدها. من اول ما مراته بتولد هو بيقول لها بتشتكي من ايه، بعدها مس الشراح وعاطف في الاسانسير لما بيقول لها ورد. ورد. كأنه بيسألها ان هو ده ورد ولا لا، فهي بتأكد له ان ده ورد. وبنكتشف في الاخر اكتشاف غريب ان الست اللي كانت في العزا اللي كانت بتتخانق مع ام صلاح هي ام عاطف. الدكتور اللي على الله حكايته وهو بيقول لصلاح مبروك المدام حامل وهي بتصرخ وهتولد اصلا. بعد ما الولد اتولد بنلاقي عاطف بيسأل صلاح هو عنده كام سنة؟ المشهد فعلا كله اخر 5 دقايق حرفيا مهما حضرتهم هتضحك في كل مره. وفي الاخر حابب اقول ان فيلم الناظر علامه في تاريخ السينما المصريه، الناس كلها بتحبه، الناس ما بتزهقش منه، الناس كل ما يشتغل على التلفزيون او في اي مكان الناس بتتجمع عشان تحضره. كان في حاله غريبه وحلوه في الفيلم مطلعه الفيلم بالحلاوه والجمال ده، والحاجات اللي جبناها دي في حاجات كتيره تاني بس علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وفي النهايه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا في الكومنتات لو عجبكم الفيديو وفكرته، وترشحوا لنا افلام ممكن ايه تاني نتكلم عنها. واشوفكم في فيلم جديد وفيديو جديد. سلام.